any of these highlighted regions, and specifically North, Central, and South America, you're about to experience something crazy. The moon is going to pass behind Earth and through Earth's shadow, and then it... انا بكلمكم الوقت لو بصيتوا في السماء، سواء ورايا في الشاشه الوقت او خرجتي وبصيتي في السماء، هتشوفي منظر مرعب. هتشوفي المنظر بتاع خسوف القمر يا جماعه. يعني انت مين؟ مش مهم انا مين، المهم انت مين. انا اللي مين؟ انا منصف. انت مين؟ الناس النهارده هترفع عينها للسما يا منصف عشان يشوفوا القمر وهو بيختفي في سواد الليل. لسه كنت بتفرج على الحدث بس انا مش مرتاح. ليه؟ اللي بيحتفلوا بالخسوف هم عارفين هما بيحتفلوا بايه، وازاي يحتفلوا بحاجة هم مش عارفين عنها اي حاجة. كل اللي عارفينه عنه هو بيحصل ازاي، لكن عمرهم ما سألوا هو بيحصل ليه. واللي خايفين منهم خوفهم غامض بالنسبة لي. انا مش بخاف غير لما اكون عارف ان انا عملت حاجة استحق اخاف منها، لكن اخاف ليه من حاجة اكبر من كل اخطائي. ايه ممكن يعملوا كائن بحجمي في كوكب بحجم القمر؟ في يوم من الايام يا منصف، واحد معروف بذكائه قدر ان هو يخترع مصباح وعلقه قدام باب بيته. ناس كتير من اللي حوالين منه ما شافوش ان اللمبة دي ممكن تسبب كوارث، وهو كمان ما حسش، وبسببها حصل حريق كبير جدا اكل الاخضر واليابس، وكان اول شخص يموت بسببها هو اللي اخترعها. الكارثة مش في اللي الناس شايفاه، الكارثة في الغفلة عن الشرارة. يعني الكارثة مش في السماء، الكارثة في لحظة محدش حسبها. ايه الخطأ اللي يتسبب في خسوف القمر؟ لسوء الحظ يا منصف ما ينفعش اقول لك ايه الخطأ، لازم تشوف بنفسك. لو خدت كوباية الخمرة دي وشربتها هترجع تاني لحياتك الطبيعية، ووعيك اللي مغرقك هيتنسى، وهتبقى زيك زي اللي بيحتفلوا هناك دول. لكن لو شربت كوباية اللبن دي مستحيل تاني ترجع لحياتك الطبيعية. ليه؟ لأن اللي هتشوفه وهتعرفه هيخليك مسؤول. انت مش بس هتعرف ليه في ناس بتحتفل بالخسوف في نفس الوقت اللي في ناس تانية بتخاف منه، انت هتعرف الحقيقة اللي محدش عارفها غير وتأذى. بمعنى أوضح، هتبقى جزء من الصراع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية التسعينات نزل فيلم هوليوودي اسمه ذا ماتريكس، هيقلب الدنيا. الفيلم بيتكلم عن بطل اسمه نيو، بيكتشف ان العالم اللي هو عايش فيه مش حقيقي، ده مجرد وهم، كأنه برنامج متصمم عشان يخدع البشرية. في مشهد من اكتر المشاهد اللي اثرت في الناس في وقتها، نيو بيقف مصدوم وهو شايف ان كل شيء حواليه شكله طبيعي، ناس بتشتغل وعربيات ماشية وحياة عادية جدا، الا ان هو نفسه اللي جواه احساس بيقول له ان العالم ده مش حقيقي. وسأل نفسه السؤال اللي هيغير حياته كلها: مين اللي ورا الحياة دي؟ مين صنع ده؟ هل في قوة واحدة بتحكمه ولا العالم ده عبارة عن فوضى؟ المشهد ده مجرد خيال علمي، الا ان هو لعب على حتة حساسة قوي عند البشر. قدر ان هو يجسد السؤال الوجودي القديم جدا: الانسان من اول يوم ليه في الارض وهو واقف قدام السماوات والجبال والبحار وشايف دقة فائقة في كل شيء، وبيسأل نفسه مين اللي ورا كل ده؟ وهل الحياة دي وراها قوة اعظم بتحكم كل شيء من ورا الكواليس؟ نيو في الفيلم لما حس ان العالم اللي حواليه مجرد واجهة وراه مصمم مدبر، ما كانش الوحيد اللي حس بده. البشرية من بداية نزولها وهي حاسة بنفس الإحساس، إن الظواهر اللي بيشوفها زي الشمس والمطر والقمر، بل كمان وحتى المشاعر وراها قوة أكيد. ومن هنا بدأت القصة بتاعتنا النهاردة، رحلة الإنسان في البحث عن الأصل وعن القوة اللي بتفسر كل شيء، عن الحقيقة وعن المعنى. لما نشوف سوا نيو ماتريكس وهو واقف تايه، تحس إن اللي قدامك ده مش مجرد بطل في فيلم، ده صورة لكل إنسان إلى الآن ما بحثش عن المعنى لسه. الإنسان على مدار مراحل مختلفة من التاريخ كان بيعيش بحق وحقيقي الشعور ده، لحظة الحيرة لما كان بيشوف البرق
البرق والرعد والبراكين وهي بتنفجر دي مشاهد مهيبه، بالاخص لو الانسان ده موجود في فتره رماديه. مشاهد زي الشمس وهي بتغرب، والليل وهو بيطلع منه النهار، والسماء وهي بتمطر ماده لا ليها لا طعم ولا لون، ومع ذلك معتمد عليها كل الكائنات الحيه. دي حياه مش عاديه تماما. ده فندق 7 نجوم، عايز تاكل هتلاقي اكل، عندك لسان بيعرف يتذوق هتلاقي اصناف مختلفه من الطعام، عينك مصممه ان هي بتستقبل الضوء هتلاقي كون غرقان اضواء، محتاج تنام الشمس بتغرب كل يوم عشان تعرف تنام، خايف من الضلمه ولا تشيل هم، القمر هيديك اضاءه شعريه لونها مريح جدا، زهقت من القمر وعايز تشوف حاجه جديده، السماء مليانه نجوم في غايه الجمال تسليك وتديك كمان شعور بالراحه. كل ده واكتر دفع الانسان حتى في اكتر الاوقات الرماديه ان هو يدور على القوه اللي عملت كل ده. والسؤال عمره ما كان هل في قوه ورا كل ده، لان ده سؤال بديهي اجابته محفوره فينا من البدايه، ومفيش انسان سوي على مدار التاريخ انكر وجوده، الا ان السؤال دايما كان هل هي قوة واحدة ولا قوة متعددة بتتصارع مع بعض؟ وزي ما قلت لك السؤال ده ما كانش بيطرح غير في الأوقات الرمادية على مر العصور، الأوقات اللي بتكون فيها الحقيقة اتحرفت كالعادة، وزي ما هنشوف دلوقتي مع بعض تشويه وتحريف اتسبب إن الإنسان يصاب بما يسمى بالدوار الميتافيزيقي. تلاقيه بيشوف الرعد فيقول هو ده إجابة كل شيء، هو ده اللي ورا كل ده وسوف أعبده. في مرة تانية يشوف البحر يلاقيه ملوش نهاية فيقول هو ده سأعبده. مرة تانية يشوف الشمس وهي بتطلع في مشهد مهيب وعظيم يقول هو ده سوف أعبده برضه، وهكذا. كل محاولة للتفسير كانت نابعة من حاجة أعمق. دايما قلب الإنسان مش بيرتاح لفكرة الفوضى دي، دايما بيكون في معنى ودايما بيكون في نظام بيستثير الأسئلة دي عند الإنسان. والسؤال ليه حضارات بعيدة جدا عن بعض زي حضارة المايا مثلا في أمريكا، وحضارة المصريين القدماء في أفريقيا، واليونانيين في أوروبا، كلهم كانوا مشتركين في الإيمان بالخالق مع انهم ما كانوش يعرفوا بعض ولا كان في انترنت يربط ما بين العصور وما بين بعض؟ والاجابه ببساطه ان الاعتقاد بمسبب لكل شيء، وان مستحيل كل ده يجي صدفه، ده كان الاعتقاد البديهي. الا ان الاختلاف دايما كان في التفاسير، البعض شافه في صوره الهه متعدده والبعض شافه في صوره قوه واحده عليا، اما المعنى فالبعض اكتفى باحساسه بيه داخليا، والبعض كان موجود في اوقات الوحي فكان متدلع لانه كان مرحوم اصلا من عذاب البحث عنه، زي حضرتي وحضرتك وحضرتها كده. وما تستغربش احنا المفروض مرحومين من اجابه سؤال المعنى اصلا، لان عندنا اوريدي الوحي بس احنا اصلا اللي مطنشين. البعض بقى عايز ياكل ويشرب ويتكاثر بس زي الدواب، مع كامل احترامي طبعا للدواب أكيد. المهم ان رحله الانسان من البدايه كانت رحله بحث عن المعنى، رحله سؤال واحد متكرر، مين اللي ورا المشهد ده كله؟ انا مجهز لك هنا شويه برطمانات عسل منزوع السم، انما ايه، خد بقى ليك ولاصحابك، بص خير ربنا كتيره. واحنا بنتكلم عن رحله التوحيد في التاريخ لازم نسال هل فكره الاله الواحد كانت مجرد اختراع متاخر في مرحله ما متقدمه من الفكر البشري، ولا هي اقدم واعمق بكتير؟ خلينا نشوف. التاريخ بيثبت ان اغلب الحضارات بالفعل كانت بتعتقد بخلق واحد لكل شيء، لكن كانوا بيعبدوا غيره للتقرب بيهم الى الله. الناس بتتصور ان حضاره القدماء المصريين دي عباره عن حضاره وثنيات والهه متعدده، را واوزوريس وايزيس، لكن الباحثين لما قرأوا نصوص الاناشيد اللي مكتوبه على جدران المعابد والبرديات اكتشفوا حاجه غريبه جدا. لقوا نصوص بتقول ان كل الالهه صادره عن را او يعني تحت را، بل في بعض النصوص را بيتوصف ان هو الاله الاوحد اللي مفيش اله غيره. الاغرب من كده في عصر الملك اخناتون في القرن ال14 قبل الميلاد ظهر اقدم اعلان مكتشف للتوحيد في التاريخ الفرعوني، عباده الاله اتون اله الشمس. اخناتون منع الناس من عباده باقي الالهه وفرض عباده اله واحد. صحيح يعني التجربه دي ما استمرتش طويل ورجعت الناس تاني للتعدد برضه، لكنها دليل تاريخي واضح ان فكره الاله الواحد كانت موجوده حتى في حضاره معروفه بتعددها، وحضارات زي حضاره امريكا اللاتينيه المايا والازتك في القرن ال16 لما الاسبان دخلوا المكسيك وجواتيمالا لقوا ان المعابد مليانه اصنام وطقوس دمويه لالهه متعدده، وقلنا بس يبقى كانت اكيد حضاره مؤمنه بتعدد الالهه. لكن مع ترجمه المخطوطات القديمه للمايا اكتشف الباحثين ذكر اله اسمه هوناب كو، وده اتوصف على ان هو الاله الاعلى الذي لا شبيه له، وكل الالهه التانيه مجرد وسطاء من دون، بمعنى انه حتى وسط الوثنيه الدمويه دي كان هناك بذره توحيد مطلعه راسها من الشباك. ازاي؟ ده بقى سؤال محتاج وقت. اليونان مشهوره جدا بتعدد الالهه، زيوس، بوسيدون،
هيرة. لكن لما تيجي على الفلاسفة الكبار هتلاقيهم مش مقتنعين بالخرافات دي. ارسطو مثلا قال ان كل حركة في الكون محتاجة محرك، ولما ترجع لازم تقف عند المحرك الاول، احد وغير متغير لا يتحرك لكنه بيحرك كل شيء. وده مش بس فلسفة، ده اعتراف عقلي بضرورة وجود اله واحد، وان كان في خلل واضح طبعا اللي فهموا صفات الخالق ده. وسقراط قبل ما يعدموه كانوا بيتهموه بالكفر بآلهة المدينة. ليه؟ لانه كان بيتكلم عن اله واحد ورا الكون، مش نفس الهه الاساطير اللي الناس كانت بتعبدها في وقتها. الهند مثلا معروفه بكثره الالهه زي كريشنا وفيشنو وشيفا ومحسن جه متاخر. لكن لما بدانا نترجم النصوص القديمه الأوبنشاد من حوالي 800 قبل الميلاد لقينا كلام عن برهمان الوجود الواحد الاعظم اللي هو اصل كل شيء واللي كل الالهه مظاهر ليه. يعني حتى في قلب المعتقدات اللي ظاهرها تعدد كان موجود عمق داخلي بيتكلم عن الاله الواحد. كل ده كلام جميل، لكن واحده من اقوى الادله اللي الباحثين اكتشفوها هي ان القبائل اللي ما عندهاش حضارات مكتوبه واللي عايشه معزوله من الاف السنين عن باقي الكوكب عندها ايمان باله واحد اعلى. وده كلام خطير جدا. دي قبائل معزوله لا سمعت عن الاديان المشهوره ولا تعرف ان احنا موجودين اساسا، ومع ذلك موحدين. عندك مثلا قبائل في وسط افريقيا بتؤمن باله السماء الاحد بالرغم ان هم اصلا بيعبدوا ارواح الاجداد في حياتهم اليوميه. وعندنا كمان قبائل في استراليا الشماليه مؤمنين بالاله العظيم اللي اوجد العالم، مع انهم برضه بيرجعوا للطقوس الوثنيه دي من تاني. وده معناه ان الميل للايمان بالاله الواحد مش وليد فلسفه او تطور، لكنه جزء من عمق الفطره البشريه. متخصصين علم النفس عملوا تجارب على الاطفال ولقوا ان الطفل لو سبته في مكان فاضي منعزل عن البشر هيكبر وهو مؤمن بالاله الواحد الاعلى. يعني لو سالت الطفل ده ليه الشمس بتطلع هيقول لك ان في حد بيخليها تطلع، مع ان محدش اصلا كلمه عن الفكره دي. ده ان دل بيدل على ان الميل للتوحيد محفور في الانسان من البدايه. لما نجمع الادله دي كلها من مصر القديمه لامريكا اللاتينيه من الفلاسفه لعلم النفس بنلاقي ان فكره الاله الواحد مش استثناء ولكنها قاعدة المتكررة في كل عصر. والسؤال اللي سأله المتخصصين ازاي الشعوب اللي عمرها ما تواصلت مع بعض بل وبينهم فواصل زمنية ضخمة جدا ولا حتى اتعرفوا على فلسفة بعض طلعت كلها بنفس الفكرة الجوهرية دي، كان دايما في إشارات متفرقة عن التوحيد وأحيانا تتشوش بسبب تعدد الآلهة أو التقاليد. وهنا هيظهر شخصية إبراهيم عليه السلام اللي نقدر نقول عليه إن هو جمع كل الخيوط دي ووضحها بشكل كامل. على الرغم من إن هو ما كانش أول موحد بل التوحيد موجود زي ما شفنا من أول آدم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام اتولد في مجتمع كله عبادة أصنام، كل مدينة ليها إلهها وكل بيت فيه تمثال صغير، لكنه حس من جواه إن كل ده مجرد خرافات، حاجة مش حقيقية. في الروايات التاريخية والدينية بنشوفه بيتحدى التقاليد دي بكل شجاعة. وفي قصته مع الأصنام اللي ظهر فيها مدى ذكائه وحنكته كان إبراهيم بيكسر الأصنام الصغيرة وساب لهم المطرقة عند أكبر تمثال فيهم. لما الناس اتجمعت تاني يوم وسألته مين اللي عمل كده قال لهم ببساطة اسألوا أكبر واحد فيهم، لو كان عندهم قوة كانوا دافعوا عن نفسهم. طبعا مش محتاج أقول إن مش التماثيل لوحدها اللي اتكسرت، ده في معتقد كامل اتكسر بكلمة إبراهيم عليه السلام دي. الفكرة هنا كانت واضحة وصريحة، في إله واحد ورا كل شيء، مش تماثيل عاجزة حتى عن إن هي تحمي نفسها. إبراهيم عليه السلام مش بس تحدى شوية تماثيل، لا استخدم العقل والملاحظة وعمل خطة أظنها من أعظم أساليب إقامة الحجة في التاريخ. راح بالليل قدام أهل قريته وبص النجم في السماء واضح، قال لهم بس خلاص هو ده ربي وأنا هعبده. ولما النجم اختفى بعد شوية قال لهم لا مستحيل، مفيش اله بيغيب عن خلقه. هو هنا بيتظاهر قدامهم ان هو في حيره وزيه زيهم عشان واحده واحده يقيم عليهم الحكم وكانه اقام على نفسه هو. انت متخيل العقليه دي؟ وكرر نفس الشيء مع القمر لما شافه واضح قدامه، قال قدامهم ان ده ربي، ولما غاب القمر قال لو ربي ما عرفنيش عليه انا خلاص هضيع في الشرك. تاني يوم جه قدامهم وبص على الشمس وقال دي اكبر، اكيد دي ربي. بس لما غابت وتكرر نفس السيناريو بقى خلاص مستعد ان هو يواجه قومه بمنتهى السهوله لانه بالفعل اقنعهم بشكل غير مباشر من غير ما يحسوا. فقالها لهم صراحه كده وفي وشهم من الاخر انا بريء من اللي اشركتم بيه واثبت لكم بالحجه ان اللي انتم بتعملوه ده غلط. واقول لكم حاجه كمان، انا وجهت قلبي وعقلي للي خلق السماوات والارض ومش هعبد غيره ومش هبقى مشرك زيه. اللي بيميز ابراهيم عليه السلام هنا ان طريقه تفكيره مش عاطفيه بس ولكنها عقليه مبنيه على ملاحظات واضحه. بعد ابراهيم عليه السلام بقت فكره الاله الواحد واضحه ومركزه اكتر من الاول، لا فيها لبس ولا وثنيات. طبعا ما كانتش هي بدايه الرسالات بل ادم عليه السلام كان هو اول الموحدين واول نبي واول رسول، الا ان ابراهيم كان بدايه تمهيد للرساله النهائيه، رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
رسالات مش بس تبني الجانب الروحي عند البشر، لكن كمان كانت رسالات للجانب الاجتماعي، بتبني المجتمعات على مفاهيم زي العدل والاخلاق واحترام الحياه والتعاون ما بين الناس. لو هنبص هنلاقي ان المجتمعات اللي عبدت الهه متعدده السلطه دايما فيها كانت بتروح للكهنه والحكام اللي بيحتكروا رضا الالهه، وده معناه ان في تحكم في الناس وبيع بقى وشراء للغفران او للبراء. لكن مع فكره الاله الواحد مفيش وسطاء مطلقين، العلاقه مباشره بين الانسان ورب، والنتيجه ان انت بتنشئ مجتمعات بتقوم على العدل والمسؤوليه، كل واحد مسؤول قدام رب واحد مش قدام طبقه كهنه او شويه اوثان. وفي الحضارات القديمه زي بابل القوانين فيها كانت مربوطه باله معين، لكن الاله ده كان محدود او محلي. لكن لما المجتمع بيتجه للتوحيد نلاقي ان القوانين ارتبطت بمصدر اعلى غير قابل للمساومه او للتغيير المزاج. مثلا شريعه موسى عليه السلام اللي نزلت بعد النبي ابراهيم بزمن كانت مبنيه على اساس اله واحد فوق البشر جميعا، وده اللي خلق مفهوم المساواه قدام القانون. فكره التوحيد نفسها كسرت فكره الحاكم الاله اللي كانت منتشره في مصر القديمه او ما بين الفراعنه وفي روما، واللي لو حابب نعمل عنها حلقه اكتب لنا في التعليقات. لما الناس امنت ان في اله واحد فوق الجميع مفيش ملك او امبراطور يقدر ان هو يدعي ان هو اله، وده اللي خلى التوحيد في لحظات كتير عبر التاريخ قوة ثورية بترفض عبادة البشر أو تقديسهم. كمان التوحيد مش بس فكرة إله واحد، ولكن كمان فكرة إن البشر كلهم عبيد لله، مفيش تفريق حقيقي ما بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. المفهوم ده كسر الحدود العرقية والقبلية والقومية اللي كانت سائدة. مثلا دعوة إبراهيم عليه السلام جمعت ناس من خلفيات مختلفة على كلمة واحدة. بعد كده دعوات الأنبياء الكبار موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام كانت بتنقل الفكرة دي لمستويات عالمية. التوحيد مش مجرد فكرة دينية، لكنه أكبر قوة اجتماعية فكرية غيرت مسار التاريخ كله، وكانت موجودة من أول ما نزلنا إلى يومك هذا. مش بس كده، دي كمان لغت الاستبداد ورسخت مفهوم العدالة وقدمت رؤية موحدة للبشرية. لما هنتكلم عن التوحيد بعد إبراهيم عليه السلام بنشوف الرحلة بتكبر وبتوضح أكتر، مش مجرد فكرة فردية لكن رسالة هتستمر من بداية آدم وتوصل عبر الزمن للبشرية كلها. موسى عليه السلام جه في الزمن العبادة فيه كانت متفرقة مع وجود ظلم واستبداد فرعون وهامان، والناس كان عندها تمثال لكل إله، فلما جه قال لهم إله واحد فقط هو اللي خلق كل شيء. ومبدئيا كده عشان نبقى متفقين هو في السماء مش في الارض، ونزل كمان معاه قوانين بتحدد العدل والسلوك الانساني. اما عيسى عليه السلام مثلا فتركيزه كان كبير جدا على جوهر التوحيد، العلاقه المباشره ما بين الانسان وربه مش الوساطه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جه يكمل رساله التوحيد بشكل شامل. توحيد الله في العباده وفي التفكير وفي القوانين وفي المجتمع كله، شد جدا على خطوره الشرك، بل ونوع على قطع اي بذره ممكن تطرح شرك ولو بعد قرون. عشان كده نلاقي حاجات زي التماثيل ورسومات ذوات الارواح محرمه جدا في الاسلام، وده ببساطه لان الحاجات دي مع مرور الزمن صورتها بتتشوه عند الناس وبتوصل لدرجه ان هم يعبدوها، زي ما حصل بالظبط في زمن نوح عليه السلام مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. كانوا ناس صالحين، لما ماتوا الناس قررت ان هي تنحت لهم تماثيل تذكاريه ليهم. ومع مرور الزمن ولما مات الجيل اللي عارف القصه الحقيقيه بدات الناس ان هي تقدسهم اكتر لحد ما تحولت لعباده اصنام. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قطع ده كله من البدايه، لان خلاص دي اخر رساله للبشريه، فلازم تكون محفوظه تماما من اي حاجه، لدرجه ان الله نفسه تكفل هو بحمايه الشريعه دي من التحريف، عشان طبعا ما يحصلش زي ما حصل مع الشريعه القديمه زي ما شفنا دلوقتي مع بعض. عشان الانسان الفقير اللي عامل فيها رئيس اركان الكون ما قدرش ان هو يحافظ على كل الشرائع اللي فاتوا دول، وكل ما يتزنق شويه يروح يعبد تمثال عجوه واول ما يتزنق ياكله. المهم ان الرسالات وضعت قواعد للمجتمع تحمي الضعفاء وتمنع الظلم وتعزز التعاون ما بين الناس. ده غير ان التوحيد وحد الرؤيه الانسانيه، حتى الحضارات اللي كانت اصلا متفرقه ومختلفه لكنها كانت مشتركه في القيم الاساسيه بفضل فكره وحدانيه الخالق. والتوحيد كمان علم الناس منهجية البحث عن الحقيقة. الرسالات علمت الإنسان يعتمد على العقل والملاحظة والتدبر مش بس التقليد. بس للأسف صديقي المشاهد الكوكب بتاعنا مرعب جدا. من أول ما ظهرت فكرة التوحيد على لسان الأنبياء كان في قوة مضادة بتحاول طول الوقت تشوهها وتحاربها. فكرة التوحيد دي لو استقرت في قلب الإنسان بتغير معادلة الحياة كلها، ومش هينفع يعبد بشر، مش هينفع يخضع إلا لله، مش هينفع أي تغير يسيطر عليه باسم الكهانة أو السحر. وعشان كده التوحيد كان العدو الأول للطغيان أو الشرك. خلينا نمسك التحديات دي واحدة واحدة. الشرك هو إن الإنسان يحاول يوزع إيمانه على أكتر من إله، وده كان بيحصل إما من الخوف من الظواهر الطبيعية زي الرعد والبرق والبحر،
فيجعل لها آلهة، أو من باب تملك السلطة فيعبد الحاكم. عند المصريين القدماء مثلا فكرة إله واحد كانت بتهدد مصالح كهنة المعبد. في العرب مثلا قبل الإسلام كانوا عارفين إن في إله واحد أعظم، لكن وزعوا الشفاعة على أصنام زي اللات والعزى ومنات. كأن التوحيد كان حاضر فعلا في الذاكرة، لكنه حاضر بشكل مشوه. الشرك إذا مش مجرد عبادة أصنام، لكن كمان هو أي محاولة لتفتيت فكرة القوة المطلقة لرب العالمين. عشان كده ده يعتبر من أعظم أنواع الظلم. التحدي التاني اللي بيواجه التوحيد الدهرية والتشكيك في الثوابت العقلية. قبل العصور الحديثة ما كانش فيه إلحاد بالمعنى الحالي اللي هو إنكار وجود الله. اللي كان موجود أشبه بالتشكيك أو الدهرية إن الناس تنسب الأحداث للزمن أو للطبيعة بدل ما ينسبوها لله. والقرآن بالمناسبة حكى عنهم. وفي الفلسفة القديمة كان في ناس بترفض فكرة الآلهة الأسطورية، لكنهم ما أنكروش أبدا فكرة القوى العليا، لأن ده غير منطقي تماما وعكس الواقع. أما الإلحاد بالمعنى الفلسفي اللي احنا نعرفه دلوقتي فده تحديدا ما طلعش إلا من القرن ال17. التحدي الثالث اللي كان بيواجه التوحيد هو الطغيان، وده كان على مدار التاريخ أكبر مواجهة مع التوحيد. على مر التاريخ الطاغية ما كانش بيخاف من أي حاجة قد ما بيخاف من إن الناس توحد الخالق، لأن ده معناه إن هم مش هينحنوا له. فرعون مثلا مشكلته مع موسى مش إنه بيعمل سحر مثلا زي ما اتهموا، ولا إنه هو بيعمل معجزات. مشكلته الحقيقية إن هو بيقول للناس في إله أعظم من فرعون. عشان كده صرخ فرعون وقال أنا ربكم الأعلى. ونفس القصة تكررت مع النمرود اللي خاصم إبراهيم عليه السلام، وده بيتكرر كمان مع السحرة بصورة مختلفة. الطاغية بيحاول دايما على مر العصور إن هو يحط نفسه مكان الإله، أو يخلي الإله في خلفية المشهد بس كرمز عشان هو يفضل مسيطر. التوحيد دايما كان خط مستقيم وسط فوضى من الشرك ومن الإلحاد ومن الطغيان، والمعركة دي لسه شغالة لحد النهارده. الشرك رجع في صورة تأليه البشر، فنانين وزعماء أو العلم أو حتى المادة نفسها. أما الإلحاد فلسه قاعد بيحاول يقنع الناس إن الحياة بلا معنى. ولكن بالرغم من كل ده فكرة التوحيد عمرها ما اتهزمت، لأنها ببساطة زي ما شفنا منقوشة في فطرة الإنسان. وأكتر دليل على ده هو كل اللي قلناه النهارده في الحلقة. مفيش مرة وقف قدام التوحيد خرافة لو اختفت، وفضل التوحيد يتوسع. لما نبص على تاريخ البشر من أول ما قدرنا نوصل لأثرهم هنلاقي إن الميل الفطري لفكرة الإله الواحد ما اختفاش أبدا. حتى في المجتمعات اللي اتملت بالآلهة والتماثيل كان دايما في صوت داخلي وحركة شعبية بترجع لفكرة الإله الأعظم أو الإله اللي فوق الجميع. مثلا من الهند القديمة رغم كتر الآلهة في الديانة الفدية النصوص نفسها بتكشف عن فكرة إله واحد بأسماء كتير. يعني حتى جوه التعدد الظاهر في إيمان بوحدة الخالق. مثلا من الصينيين القدامى عبدوا أرواح وأسطورة التنين، لكن لما يجوا يعملوا طقوس رسمية في القصر الإمبراطوري كانوا بيقدموا شانج دي الإله الأعلى مش الإله الصغيرة. وده معناه إن في عقولهم في طبقة أعلى من القوة والسلطان فوق كل حاجة. مثلا من حضارة العرب قبل الإسلام رغم الأصنام الكتير اللي حوالين الكعبة العرب نفسهم كانوا برضو يعرفوا اسم الله. ولا إيه في أشعارهم وفي دعائهم القرآن بيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. يعني حتى وسط الوثنية كان الله هو الإله الأعلى. الكل عارف ان هو الاكبر، اكبر حتى من هبل واللاتي والعزى والكلام ده كله. وحتى في الطب النفسي في لحظات الخطر الشديد غرق بقى او حرب او مرض الانسان بطبعه بينسى كل الالهه الوسيط ويلجا مباشره للاله الواحد الاكبر. عشان كده نلاقي عباره لا يوجد ملحدين في الخنادق مشهوره جدا، لان ببساطه مفيش حد مش مؤمن بالخالق. هتلاقيهم مثلا لما بيقعوا في مشكله يعجزوا عن حلها اول حاجه بيلجأوا ليها هي الاله، وده اللي القران لخصه. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اللي بنستنتجه ان التوحيد مش فكره طارئه او غريبه، لكنه صوت داخلي متكرر في كل الازمنه وكل الحضارات، بيظهر حتى وسط ضلمه الوثنيه والالحاد والطغيان. لما نرجع مع بعض ونشوف الرحله من اولها هنلاقي ان خط التوحيد ممتد عبر كل الازمنه. نزل مع الانسان الاول ادم اللي فطرته كانت نقيه، ومر بالانبياء الكبار اللي جددوا المعنى وسط بحر كبير من الوثنيات. ظهر في حضارات ضخمة زي مصر وبابل والهند والصين، ووصل للذروة في الرسالات الإبراهيمية واللي أكدت حقيقة الإله الواحد الأحد. الخلاصة إن التوحيد مش بس عقيدة دينية، ده هو الذاكرة الأقدم للبشرية كلها. حتى لما بيبعدوا عنه بيرجعوا له تاني، حتى لما بيضيع وسط الخرافات بيظهر من تاني، حتى لما بيحاولوا يقطعوه من جذوره وينكروا وجود الخالق بالكلية بيفضحهم لما يقعوا في أزمة ويرفعوا راسهم للسماء ويطلبوا النجاة. وده معناه إن قصة التوحيد مش قصة إنسان واحد أو مثلا حضارة بعينها، لكنها القصة الكبرى للإنسان. قصة بتقول إن الإنسان مهما حاول إن هو يخترع آلهة أو يتوه في التماثيل أو يغرق في فلسفات بيفضل جواه صوت فطري بيقول له إن في إله أحد. جميل إن العلم والتاريخ والآثار بيشهدوا على ده، مش بس الدين. بل الحلقة دي كلها مبنية على مراجع علمية وتاريخية هتلاقي روابطها في المصادر. واللايك على يمينك والشير جنبه لو أنت على يوتيوب، واكتب لنا أنت بقى قصتك مع التوحيد في الكومنت. سلام.